شكرا طارق الحماد، الشكر كذلك لضيوفك في الاستوديو. إذا أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا وحيث عدنا. وعدنا إلى أين؟ عدنا إلى لوسيل من جديد، الملعب الذي عشنا فيه فرحة لن ينساها الزمن ولن يغفلها التاريخ، الملعب الذي حلق فيه الأخضر عنان السماء وكتب التاريخ وعانق فيه الأحلام وكسر جدار المستحيل وحجب فيه شمسا أرجنتينية لم تغب لسنوات. هنا وحيث الأمنيات تتجدد والآمال تكبر لفرحة سعودية عربية أخرى وإنجاز تاريخي على المحك في مواجهة أخرى هذا اليوم. كرة مكسيكية، تصويبة بعيدة مرت بسلام إلى خارج الملعب، تحولت من لويس تشافيز إلى ركلة مرمى، وصلت من كانو تمريرة إلى صالح. التصويبة السعودية الأولى لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس أوتشوا. هذه سهلة في القات المكسيك، حذاري من الانطلاقات السريعة، فرصة تأتي لكن هناك العويس. لا تنسوا أن محمد موجود، لا تنسوا أن العويس حاضر. نعم العويس تصدي كان رائعا، تصدي كان لمنتخب نسور قرطاج. عرضية تأتي خطيرة مكسيكية، حذاري من هذه الكرة، سقوط هنا من دون خطأ. الكرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى، لكن المنتخب المكسيكي يضغط، المنتخب المكسيكي يحاول هنا، المنتخب المكسيكي يريد يا سالم الله كنو ضاعت مدربها. هنا لدينا فرصة مكسيكية، وكنو سالم على تنفيذ بقدمه اليمينية. هنا التصويبة من كنو، الله يا لها من كرة. وصلت بعد ذلك تمريرة بينية تأتي لكن العويس من جديد، ويا لأدوار محمد العويس، يا لأدوار محمد صالح. الشهري عنده كرة في اليمين لكن في الأخير طالت، تحولت إلى خارج الملعب، عادت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المكسيكي. عند كرة منقولة مكسيكية، عرضية ترسل لكن تغطية علي، كرة خطيرة مكسيكية، تصويبة تأتي لكن هناك محمد، هناك العويس من جديد. لكن حذاري من مثل هذه الكرات فيها لوزانو، والعرضية ترسل خطيرة تأتي، ولكن برافو في اللحظة الأخيرة، التصدي والإبعاد من جانب عبد الإله العمري. جاياردو والعرضية ترسل عالية لكن سهلة عند الأمان، سهلة عند محمد، سهلة عند حارس المرمى. لعبة المكسيك خطيرة تأتي، التصويبة ولكن مرت بسلام. نعم مرت بسلام، الكرة الماضية تحولت إلى خارج، وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء. العويس يتصدى ومن ثم إلى التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. الغنام والعرضية، فرصة سعودية، ضاعت هذه الكرة، ضاعت ولمنتخب المكسيك. هنا تصويبة تأتي لكن حارس المرمى يتصدى. يا ريت هنا تصويبة أخرى، يعني يا ريت العويس اللي تألق في شوط المباراة الأول. محاولة قائمة خطيرة والهدف الأول للمنتخب المكسيكي، هدف أول عن طريق هنري مارتن، يسجل أول أهداف اللقاء لمصلحة المنتخب المكسيكي. المكسيك تتق الطرف الأيسر، عرضية هنا ترسل خطيرة، جول. ضاعت الكرة الماضية. سلطان الغنام في لويس تشافيز صاحب القدم اليسرى، يسدد كرة قوية، لويس تشافيز يسجل هدف التعزيز للمنتخب المكسيكي، لكن بتسديدة قوية من مسافة بعيدة. هذا السعودية ما زالت قائمة رأسية ولكن إلى خارج الملعب.
إلى خارج الملعب. كرة الغنام في النية تأتي، خطيرة تأتي، تصويبة تأتي، والهدف الثالث يأتي. الهدف الثالث، ولكن هناك راية وتسلل. نعم، راية مرفوعة وتسلل. منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، جافيز على تنفيذ يرسل كرة عالية، لا تنفذ، منقولة عالية داخل منطقة الجزاء، راسية، ولكن بعيد الكرة، بعيد الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. محاولة قائمة والتسديدة والتصدي من محمد العويس، التصدي من محمد العويس في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ متابعين قناة الجوكر سبورت، ادعمونا بسبسكرايب ولايك واعملوا اشتراك في القناة. واللي ماسك قنوات الجوكر سبورت هو باشمهندس مجدي ناصر. النهاردة هنتكلم عن المجموعة الخامسة اللي بتضم المجموعة الستة اللي بتضم بلجيكا، كرواتيا والمغرب وكده. انا ذات نفسي برشح بلجيكا والمغرب، ان بعد ماتش مصر وبلجيكا، مصر قالت للمغرب ما فيش مستحيل، انت عادي تطلعي اولى مش تانية. تمام. بلجيكا اللي بتضم عناصر قوية اللي هي لوكاكو، كيفن دي بروين، تيبو كورتوا، دين هازارد. كرواتيا اللي بتضم لوكا مودريتش وراكيتيتش. والمغرب اللي بتضم لعيب طبعا اللي هو يوسف نصيري، وتضم سفيان بوفال، وتضم بدر بنون وياسين بونو، طبعا حارس اشبيليا. تمام. النهارده هنتكلم عن اهم ومواعيد الماتشات بتاعت المباريات بتاعت المجموعة الستة. اول ماتش عندنا هيكون كرواتيا والمغرب الساعة 11 الظهر، وبلجيكا وكندا الساعة 9. الاثنين في نفس الميعاد، الأربعاء 23/11. المغرب وبلجيكا الساعة 3 لحد 27/11. والماتش التاني اللي هو كرواتيا وكندا الساعة 6 في نفس اليوم. الختام المجموعة الخميس 1/12، بلجيكا وكرواتيا الساعة 6، والمغرب وكندا الساعة 6 برضو. وزي ما انتوا عارفين احنا القناة دي معمولة هننزل فيها اهم الحاجات. هننزل ان شاء الله ملخصات كاس العالم. طبعا القمم اللي هم كل الماتشات، كمان لما اقول لكم الترشحات اللي هي كرواتيا والمغرب الساعة 12 الظهر،